ويا صباح الورد والفل والياسمين على أحلى متابعين. كيفكن حبايب القلب؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله كلكم بخير وصحة منيحة من رب العالمين. اشتقتولي مثل ما اشتقتلكن، والله أنا اشتقتلكن ورجعتلكن إن شاء الله فيديوهات جديدة و... وإن شاء الله يعني هلأ بقللكن السبب إنه ليش كنت ما عم صور وما عم نزل. وإن شاء الله يا رب هيك تكبر عيلتنا أكتر وأكتر بوجودكن ومحبتكن، وبتمنى دائما تدعموني باللايكات وبالتعليقات الحلوة مثلكن. أول الشي وكالعادة خلونا نكسب الصلاة على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ودعوة هيك حلوة إن شاء الله لكل حدا، يا رب هيك الله يفك أسر كل أسير ويفك الضيقة عن كل مكروب يا رب. يا رب وتفرجها على كل متضايق وتخفف الوجع عن كل موجوع يا رب. يا رب وتطعم الذرية الصالحة لكل محروم، اللهم آمين يا رب العالمين. يا بنات والله العظيم عن جد اشتقت لكم، يعني صار لي فترة شهر تقريبا، شهر وشوي ما نزلت فيديوهات، بس والله اشتقت لكم. أنا الصراحة آه يعني ما بعرف ليش هيك فجأة يعني وقفت هيك التصوير. هو يعني فترة كآبة مرت على الجميع بألمانيا، يعني عن جد مين ما عم بسمع يعني مارين بنفس الحالة عن جد يعني. وفترة مرض وفترة يعني ما بعرف، يمكن كان هيك لازم ناخد نقاهة هيك لحالنا والإنسان شوي هيك يستجمع قواه. والحمد لله رب العالمين. يعني يلي هون بألمانيا أكيد يعني حاسس بهالشي هذا، إنه من الجو والجو الكئيب والبرد وهيك. يعني عن جد كتير ناس يعني صادفتن وقابلتن، وكتير يعني عم بسمع إنه يعني عم بيمروا بنفس المرحلة، إنه هيك يعني كيف بدي أقولكن إنه يعني هيك كآبة وما بعرف. يعني هو من الجو، أنا من النوع يلي يعني يا ربي إني ما بحب جو الشتاء، ما بحب المطر والبرد والتلج يعني. بس يعني هيك كان الجو، يعني ما بحب أطلع لبرا. وسبحان الله يعني بيصير معي كآبة. اي والله. وما تنسوا كمان فترة المرض يلي هلأ يعني هيك شوي انتشرت هون يعني في ألمانيا. ومشان هيك كمان الأولاد مرضانين، اللهم شافيهم وعافيهم يا رب، وشافي ويعافي أولادكم. بس يعني عن جد يعني اشتقت لكم وقلت لازم أرجع لفيديوهاتي، محضرت لكم هيك فيديوهات حلوة إن شاء الله، وهيك روتينات حلوة وتزيينات حلوة لرمضان وتجهيزات رمضان رح نبلشها مع بعض إن شاء الله. بقى لذلك قلت يعني خلص يا بنت قومي وهيك، يعني حاج إنه انفضي هيك شوي هالكآبة والمرض والهيك ويعني ونرجع إن شاء الله لفيديوهاتنا. واللي عم يسألوني إنك كنتي مسافرة أو هيك، أو إنه كنتي طالعة رايحة على سوريا، لا أكيد، وين سوريا وين؟ إن شاء الله الله يطعمنا يا رب هيك نزور سوريا ونزور أهلنا، نشوف أهلنا يا رب، الله يطعمها لكل مشتهي إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. لا والله ما رحت. أنا نزلت عند بيت أخي، كنت ببيت أخي ببرلين يعني فترة، رحنا فترة العطلة والأعياد. اي والله ورجعنا والحمد لله رب العالمين. يعني تعرفوا هنيك ما أحسن تصور كتير، يعني الأولاد وضوجة وهيك، وتعرفوا أولاد لما يجتمعوا مع بعض. فلذلك بس صورت لكم سفرة واحدة، إن شاء الله رح نزل الفيديو الجاي مشان تشوفوا يعني وين رحنا هنيك. وإن شاء الله يعني بعدها نبلش بروتينات وتعزيلات وهيك يعني قبل رمضان إن شاء الله، لأنه ما بقى شي لرمضان شهر، يعني الله هيك الله يجيبه علينا وعليكم إن شاء الله هيك بالخير والبركة. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. أنا وكل من قال آمين، اللهم آمين يا رب. أي والله الحمد لله رب العالمين.
وعن جد يعني عن جد يعني هيك استفقدت للقناة، استفقدت يعني والله اشتقت يعني هيك للقناة إني أرجع أنزّل وهيك، والتعليقات الحلوة يلّي تجيني عرفتوا كيف؟ يعني عن جد إنه الواحد بس هيك يتعلّق في هالشي هادا والله ما حيحسن يوقّف. يعني أنا كنت ناوية إنه يعني إنه خلص ما عاد بدي نزّل فيديوهات، بس ما حسنت الصراحة يعني بالكم إياها، لإنه تعب وعذاب وعندي ولاد، يعني الله يخلي لكم ولادكن. يعني والصراحة ما في يعني تفاعل، ما في مشاهدات، ما في هيك على الفيديوهات، يعني كتير إحباط الواحد بيصيبه. أكيد يلّي متلي يعني وعم باحكي هالشي هادا أكيد حاسين يعني بالشي اللي عم باقوله. بس في كم صبية حكوا معي يعني من اليوتيوبر يلّي عم ينزلوا كمان هيك يوميات، قالوا لي إنه عند الكل هيك المشاهدات نازلة ورجعوا شجعوني إنه لأ ارجعي نزلي وكتسلاية وما بعرف شو يعني والحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله هيك نرجع ليومياتنا، وإن شاء الله تكونوا هيك اشتقتوا لي متل ما اشتقت لكم. وهيك رجعنا هيك فترة صباحية صورت لكم إياها وأنا عم بحكي وهلأ جينا على فترة الطبخ. اليوم هيك حابة أعمل ملوخية ورز. أول شي الملوخية أنا بغسلها لأنه تعرفوا نجيبها معلبة، يعني إنه مو شغل إيد أو هيك، طبعا بدها غسيل مشان الغبرة أو إذا فيها شي، يعني طبعا ما بعد ما أكون لقطتها بغسلها وبصفيها، بصير بعصرها وبحطها بمصفاي. وهون هلأ هيك جبت قطعت توم شايفين كيف، وصرت أول شي قليت التوم أي والله، وبعدها صرت ضيف الملوخية هيك شوي شوي وقلي، تميت هيك قليهم منيح. بعدها ضفتلها المي و... وخليتها تطبخ. هلأ هيك خليكن معي هيك بالخطوات، وإن شاء الله يا رب يعني تستفادوا هيك. ما بعرف من طريقتي إذا الكل هيك بيعملها، ما بعرف، نحن هيك بنعملها يعني الصراحة بتطلع كتير طيبة. والحمد لله رب العالمين على النعمة. يعني أنا بحس الملوخية أسهل أكلة عندي، يعني بس قالوا الولاد إنه بدي ملوخية، يعني ما يعني مو الأكلة إنه اللي تعذب، عرفتوا كيف؟ أي والله. وبحب أطبخها على فخاد الفروج، يعني ما بحب حطلها الصدور، بحسها بتبقى ناشفة. اي والله. بس اليوم هيك على السرعة انه انا كنت برات البيت كنت مطالعة هيك صدر فروج وسلقته. بس انا في العادة بحط لها فخاد الفروج، بحسها اطيب هيك بتبقى اللحمة تبعيتها. هاي حمودي وماسة طبعا ما بصير اذا ما بيعملوا لي هيك حركات وانا عم بطبخ. اللابسين طبعا الصبح عم باخدهم بالقتيل على الحضانة وعلى الكندرغارتن. ايه وهلأ لابسين قال بدهم يروحوا، شفتوا بالعكس. اي والله. هون بعد ما قليتها منيح ضفتلها مي هيك تكون شوي فاترة، ما تكون مي باردة، أو بس هيك يعني بتركها تطبخ قبل ما تستوي، يعني هيك بشوي قبل ما بدي أطفيها. ضيفلها مكعبين ماجي، وضيفلها كمان حطلها هيك توم شرايح، لأنه كتير بحب التوم هيك في قلب التوم المقطع. شايفين كيف؟ اي والله. واليوم كمان هلأ يعني بعد ما نخلص الطبخة صورت لكم رحنا على السيرك. فتح هون بمنطقتنا هيك سيرك وكنت أخدي الأولاد. اي والله. وصورت لكم هيك بعض مقاطع رح أحط لكم إياها، يعني رح سرعة أنا للمقاطع، يعني لأنه هو كتير يعني إذا بدي نزل كل المقاطع وبدي خليها هيك على ما هي يعني بتاخد إنه هيك وقت طويل. بس حبيت هيك نزللكن شوي مقاطع من السيرك وسرعت لكم إياها شوي مشان تتفرجوا عليها. اي والله. والحمد لله رب العالمين هيك كان يومنا. طبعا هون تركت الملوخية على جنب عم تطبخ، وقلت خليني أنا أبدأ بالرز. شفت الرز ما بياكل يعني وقت كتير، على ما تستوي الملوخية كمان يكون استوى الرز. اي والله. وقليت الشعرية هيك أول الشي
وبعدها باضيف المي. أنا ما باحب يعني أقلي الرز، عرفتوا، بس قليت الشعرية باضيف المي وبس غلط باحط الرز وبهدي عليه. شايفين كيف رواق أحلى ملوخية يا عيني، والله بتشهي. وهلأ هيك حطيت لها الماجي. طبعا بالمرحلة الأخيرة هو الماجي آخر مرحلة يعني، مشان هيك تبقى طعمته يعني ويعطي هيك نكهة طيبة. اي والله هلا هيك وكمان بنفس الوقت هلا هون شوفوا كنت مقطعة الفروج وهلا هيك بحطها و... ويعني بحطها معاها مشان هيك شوي الفروج انه ياخد من طعمة الملوخية. هلا هون هيك تقلت الشعيرية بقى وضفت المي. بس غلت بحط الرز يعني وخلص بتركها مثل ما قلت لكم انه تتهدى عمهله. بهالوقت هذا بين ما يتهدى الرز كمان قليت حطيت معلقتين سمنة يعني، وقليت توم وكزبرة وحطيتها على الملوخية. شايفين هلأ هون هذا رزنا كنت ناقعته بنقعه يعني تقريبا نص ساعة مو أكتر، وبعدها بصفيه منيح من ميته وبحطه. اي والله وهيك يعني طريقته سهلة وما بدها شي. وهون كنت داقة التوم، شايفين هلا هيك بقلي توم تقلاية منيحة. وبعدها بنضيف الكزبرة، بس هيك بلش يتقلى التوم بضيف الكزبرة وما بده حرق كتير يعني، بس هيك تقلاية مشان الطعمة. شايفين هلا هون بضيف له الكزبرة وبعدها بنحطها على الملوخية. طبعا هي يعني أهم شي الكزبرة والثوم، هاي التقلاية آخر شي يعني، بحس هي اللي بتعطيها هيك طعمة للملوخية. واكتبوا لي كمان بالتعليقات انتو تطبخوها هيك بنفس الطريقة هاي، يعني نفس طريقتنا بتطبخوها الملوخية ولا كيف؟ اي والله. وهيك شايفين هلا هيك ملوخيتنا كنت حاطتها على جنب. هلا هون بقى بضيف لها الكزبرة والثوم وبحركها كلها هيك مع بعض، والحمد لله رب العالمين. عندي ولاد كتير بحبوا هالأكلة هاي وأنا كمان يعني بحبها. أي والله طيبة الملوخية، سبحان الله. الملوخية والمحشي واليبرق يعني هيك أكلات طيبة كتير. وهلأ هيك أكلتنا صارت جاهزة. شايفين أنا هيك يعني بترك فيها هيك مرقة خفيفة. بتعرفوا ليش؟ لأنه عندي ولادي الصغار بحبوا هيك يحطوا المرقة مع الرز، هدول أصغر الشي. هون ما كنت ضايفة لسه الملح يا بنات، انتبهوا على هالنقطة إنه هلأ آخر مرحلة بنضيف لها الملح منيح. بس ملح، ما بحط لها ملح ليمون ولا بحط لها شي، بس ملح وبطفيها وبعدين الليمون بنحطه جنب الأكل. شايفين هيك مرقتها يعني مرقة خفيفة كتير. بتركب بقعر الطنجرة لأنه ولادي بيحبوا إنه هاي المرقة هاي بيحطوها على الرز، هدول الولاد الصغار يعني أصغر الشي. بقى مشان هيك تركت لهم فيها شوي يعني مرقة، ما بعملها ناشفة على الآخر. يعني في ناس بتعملها ناشفة على يعني هيك كتير، لا أنا بترك فيها شوي مرقة مشان الولاد يحطوها يخلطوا فيها الرز. وهيك صارت طبختنا جاهزة، وإن شاء الله هيك ألف صحة وهنا على قلبنا وقلبكن يا رب. وإن شاء الله هيك يكون فيديو اليوم حلو وعجبكم، وهيك بدي تشجيعات منكم وبدي لايكات وتعليقات حلوة. واللي أول مرة عم بيشوف القناة واللي وصل معي لهون بتمنى تحطوا لي لايك وتعليق. واللي أول مرة عم بيشوف القناة بتمنى تشتركوا بقناتي، وإن شاء الله تكبر عيلتنا أكتر وأكتر فيكم وبوجودكم إن شاء الله. وهيك كان يومنا، إن شاء الله يكون هيك خفيف ظريف خفيف عليكم. هلا بعد ما نخلص الأكل هو
السيرك يعني هو المسويات، شايفين كيف الرزات طلعوا ما شاء الله بيشهوا. هو السيرك المسا يعني على الساعة 7، بس هيك قلت فرجيكن يعني روتين الصبح، وإن شاء الله باخدكن المسويات معنا هنيك مشان فرجيكن الفعاليات. بس رح أترك لكم الصوت، يعني هيك أحلى، حسيت الصوت إني أتركه مشان تعيشوا الأجواء معنا. وإن شاء الله يكون فيديو اليوم عجبكن، ومثل ما قلت لكم إذا عجبكن ما تنسوا الصلاة على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وما تنسوني من اللايكات والتعليقات الحلوة، وتشيروا لي الفيديو. وهلأ هيك اجت بنتي عم بتدوق، يعني هيك بدها تدوق قدام الكاميرا، قال بدي دوق قدام الكاميرا، قلت لها تكرم عينك. شوفوا هلأ هيك داقت، يعني بدها تعطينا رأيها. ايه عجبتها، يعني مو قلكن اولادي كتير كتير بيحبوا الملوخية. رجعت كمان بدها تاكل، قلت لها اللي بده يدوق قدام الكاميرا يدوق مرة واحدة. بس ما يتمالكوا حالهم، ما يتمالكوا أعصابهم قدام الملوخية. ايه والله، والحمد لله رب العالمين، اللهم دمها نعمة يا رب واحفظها من الزوال. الحمد لله. وهلأ هيك رح اخدكن معي، كونوا معنا. Meine Damen und Herren, liebe Kinder, herzlich willkommen im Manntauber Weihnachtszirkus in Bad Mergentheim. Um einen reibungslosen Ablauf der Show zu gewährleisten, möchten wir Sie mit einigen Hinweisen vertraut machen. Das Rauchen ist in allen Zeltanlagen voller polizeilich Meine Damen und Herren, liebe Kinder, herzlich willkommen im 5. Mai. 5 Jahre Maintauber Weihnachten. Das ist ja unglaublich. So, das wäre abgesprochen gewesen. Du, Jimmy, bist du jetzt zufrieden? Nein. Was denn noch? Was geht? Habe ich dir schon 1000-mal gesagt. Ja. Wann ich auf der Weihnachten singe. Die Leute applaudieren. Schreien. Ja. Ständig weg. Ja. Und die ganze Lady saßen hier. Jimmy, I love you. حمودي حمودي